السلام عليكم. البارحه الشباب مشيت للمدينه القديمه نضرب دويره ونشوف شنو كاين ونشوف المأكولات المغربيه وحتى شويه نوستالجيا نذكروا ايام الماضي وهذا. وكنت كنتمشى ويبان لي واحد مول العصير، خاصني نهضر على هذا العصير حيت كيعجبني بزاف. هو واحد العصير اللي كنسميه انا بمثلث بيرمودا، فيه القصب، السكر، الحامض وسكينجبير. دابا هاد الثلاثه هادو ملي كيتجمعوا كيديروا لنا شي حاجه زوينه. علاش؟ دابا هاد العصير هذا اول حاجه الميزه ديالو هو انه تيتعصر سور بلاص. خليني نهضر على التشكيله. دابا التشكيله ديال هاد العصير فيه ثلاثه. نبدا بقصب السكر. قصب السكر عكس ما يظنه الناس غير سكر وصافي، لا، فهو ماشي الامبتي كالوريز ولا السعرات الحراريه الخاليه، هو يحتوي على الاملاح المعدنيه، فيه الحديد مولاي، فيه المغنيسيوم، فيه البوتاسيوم، فيه الكالسيوم. ثاني حاجه هو انه يسرع الميتابوليزم، يعني عكس ما نظن انه سكريات وداك الشيء. فالناس اللي باغيين يديروا حميه غذائيه لنقصان الوزن خاصو يضرب هذا العصير ديال قصب السكر مره لانه يسرع الميتابوليزم. ثالث حاجه فهو فيه تعطيك واحد الطاقه انيه، يعني يقدر يكون بري ورك اوت جميل بالنسبه للناس ديال الرياضه. ندوزو اللاعب رقم 2 الحامض سيدي فيه لا فيتامين سي، كنهضروا على امتصاص جيد للحديد اللي كاين ديجا في قصب السكر، يعني شي تيعاون شي. وندوزو اللاعب رقم 3 واللي هو مهم جدا، هو الزنجبيل. السكينجبير اخر دراسه اللي غتبان لكم هنايا شنو وضحت ان السكينجبير محفز جنسي للرجال والنساء. سالينا وشكرا.